هل فعلا ختان البنات وتجميل الشفرات هما وجهان لعملة واحدة مع اختلاف المسميات؟ طب نعرف الأول إيه بيحصل في الختان. ختان البنات أو ختان الإناث بيتم أول ما البنت بتبلغ أول حيض ليها. الأم بتاخدها عند دكتور أو عند تمريض أو عند أي حد بيوافق على عمل الإجراء الشنيع ده، لأنه دلوقتي مجرم قانونا وممنوع طبيا. وبيقوموا بقطع جزء من أو كل البذر ومعاه الشفرين الداخليين، وفي بعض الحالات الشديدة ممكن كمان بتتم خياطة الشفرين الغليظين الخارجيين، ويبقى كل اللي ظاهر بس هو فتحة المهبل الخارجية. طبعا ده طبيا بيصنف بتشويه للأعضاء الأنثوية الخارجية، وبيتعمل تحت مزاعم وهي زي إننا بنحافظ على البنات من الشهوة الجنسية أو من الانحرافات السلوكية، مع إنه قتل الأمر بحثا وعرفنا خلاص إن المخ هو المسؤول عن إصدار الإشارات اللي بتسبب حدوث الرغبة الجنسية وليس الأعضاء التناسلية. مشكلة حاجة زي الختان اللي بتعرض البنت لحدوث نزيف من مكان العملية، التهاب، آلام شديدة أثناء التبول، بعدين مشاكل في العلاقة الجنسية اللي ممكن تنتهي بالطلاق في حال وجود زواج مش عارفين يظبطوه بسبب المشكلة دي أو بسبب التشنج المهبلي اللي ممكن ينتج عنه. لكن تجميل الشفرات الداخلية بيكون البنت وهي كبيرة واعية عاقلة بالغة راشدة بمنتهى الحرية بتختار إنها تقوم بعملية تجميل للشفرات الداخلية وليس للبظر. البظر لا يمس، لكن الشفرات الداخلية والقلنسوة أو غطاء البظر اللي ممكن يتم تصغيرهم وتجميلهم بحيث إن هم يكونوا داخل الحدود بتاعة الشفرات الغليظة. وليه البنات بتلجأ لحاجة زي دي؟ أحيانا بتكون دواعي تجميلية، أحيانا الشفرات الداخلية البارزة بتعمل احتكاك مع الملابس الداخلية بتسبب لهم إحساس بالضيق أو التهاب أو ألم، وأحيانا بيكون بسبب وجود التهاب شديد فيها فبنضطر إن إحنا نجملها. لكن بتكون عملية شرعية غير ممنوعة ولا محرمة، بتتم في مستشفى تحت تأثير مخدر علشان ما تحسش بأي ألم ولا يحصل التهاب ولا يحصل تشويه، بالعكس ده تجميل. والأهم من ده كله إنه بيتم برغبة واعية وملوش أي تأثير على العلاقة الجنسية بعد كده بالسن. فلا، الختان وتجميل الشفرات الاتنين مش وجهين لنفس العملة إطلاقا.